السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، كل عام وأنتم بخير. معكم مستر عيسى العدوي. إن شاء الله هنبدأ في شرح منهج العلوم للترم الثاني. يا رب تكونوا بخير ونقدر نساعدكم ونقدر نوصل بكم لأعلى الدرجات إن شاء الله. أولا، محتوى العلوم الترم الثاني محتوى سهل وبسيط، أكيد إن شاء الله يكون أسهل بكتير من الترم الأول، لأن في معلومات كتير بتكاد تكون مكررة، وفي معلومات مرتبطة باللي قبل كده. فالموضوع بالنسبة لك سهل وبسيط. أهم حاجة استعن بالله وابدأ ذاكر بتركيز أول بأول، لأن زي ما قلت قبل كده دايما التدريب بيصنع الإتقان. فأول درس معانا حاجة اسمها الفلزات واللافلزات، زي ما احنا متعودين أو إحنا درسنا قبل كده. عشان أعرف يعني إيه فلز ويعني إيه لافلز، كان معايا في الجدول الدوري كله عدد العناصر اللي فيه كانت 118 عنصر. طيب ال 118 عنصر دول كانوا مقسمين إزاي؟ كان في جزء منهم بقول عليه فلزات، وجزء منهم بقول عليه لفلزات، وجزء منهم بنقول عليه أشباه فلزات، وجزء منهم كنا بنقول عليه غازات خاملة. غازات إيه؟ خاملة. طيب إيه الفكرة إن عندي ده؟ قلت على المركب الأول إن هو فلز، وإن المركب الثاني لا فلز، وإن المركب الثالث شبه فلز، وإن العنصر الرابع غاز خامل. قال لك هترجع للتوزيع الإلكتروني. ترجع للتوزيع مين؟ الإلكتروني. طب هو التوزيع الإلكتروني، عشان أفتكر يعني إيه توزيع إلكتروني لازم أتذكر في الأول كان عندنا حاجة اسمها مستويات الطاقة. كانوا كم مستوى طاقة؟ كانوا 7 مستويات: كي، ال، ام، ان، او، بي، كيو. يبقى دول كام مستوى طاقة بالنسبة لنا؟ 7 مستويات طاقة. لما كنا بنيجي نوزع كان آخرنا في التوزيع لحد المستوى الرابع. تمام. من خلال التوزيع أقدر أحدد تكافؤ العنصر ونوع العنصر، وهل هو فلز ولا لا فلز. طب إزاي الكلام ده؟ قال لك والله بكل بساطة، لو اديت لك عنصر مثلا زي ال Na، ده عدده الذري 11. تمام. طيب توزيعته هتبقى إزاي؟ 2، 8، 1. آخر هنا معانا كام إلكترون؟ إلكترون واحد. طب هل هو كده فلز ولا لا فلز؟ كده بيكون فلز. ليه؟ لأن أي حاجة أو أول حاجة معانا تميز الفلزات إن مستوى الطاقة الأخير يحتوي لها على 1 أو 2 أو 3 إلكترونات. تمام ولا مش تمام؟ ده أول جزئية. طيب تاني جزئية، لو اديتك مثلا عنصر زي Cl 17، وزعها معايا كده، تقول لي بالظبط كده 2، 8، 7. نقدر نقول ان العنصر ده فلز؟ قال لك لا طبعا، ده هيكون لا فلز. ليه؟ لان لما تيجي عارف انت قاعده اساسيه في ان اللافلزات بيكون عددها الالكتروني او اخر عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير بيكون 5 أو 6 أو 7 إلكترونات، أو 7 مين إلكترونات. فلو إحنا بصينا لده هنلاقي إن ده أصلا بيكون آخره كام؟ 7 إلكترونات. فسبع إلكترونات بناء على كده إن العنصر اللي قدامك ده نوعه هيكون مين؟ هيكون فلز. نوعه هيكون إيه؟ فلز. تمام كده ولا مش تمام؟ دي أول جزئية معانا. ماشي؟ يبقى إذا عندنا في الدرس الأول قال لك إن الشكل المقابل عبر عن ميدالية برونزية مصنوعة من النحاس والقصدير. تعتبر هذه العناصر من أمثلة الفلزات ولا اللافلزات ولا العناصر الخاملة؟ طالما النحاس وقصدير، تمام، دول الاثنين بيكونوا عناصر فلزية، يبقى ده بيمثل لي مين؟ يمثل الفلزات. يمثل الايه؟ الفلزات. ماشي. طيب جينا بعد كده بقول لك يمكن تصنيف العناصر حسب الخواص الفيزيائية والتركيبية والإلكترونية إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة، زي ما كنا متكلمين بعد من ثانية بالظبط عدت. طيب احنا هنا هندرس ايه في المحتوى بتاعنا اللي يخصنا الترم ده؟ قال لك والله هتدرس الفروق بين خواص الفلزات وخواص مين؟ الفلزات. طب يلا كده نشوف. قال لك الفلزات، تمام، اللي بيميزها في اول جزئية معانا انه بيحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذراتها على كام؟ على 1 أو 2 أو 3 إلكترونات. زي المغنيسيوم 2 8 2، فده كده بيكون فلز. زي الصوديوم 2 8 1، فده كده آخر واحد بيكون إيه؟ فلز. تمام. جميعها عناصر صلبة ما عدا الزئبق. يبقى كده لو تفتكر معايا كان المادة ليها كام حالة؟ 3 حالات: صلبة وسائلة وغازية. طيب المواد العناصر أو المواد أو العناصر الفلزية بيتواجد في كام حالة؟ يقول لك كلهم مواد في الحالة الصلبة. كلهم مواد في الحالة مين؟ الصلبة، ما عدا عنصر واحد اللي هو الزئبق، اللي ممكن يتواجد في الحالة مين؟ السائلة. في الحالة الإيه؟ السائلة. لكن مفيش
عنصر فلزي بيكون غاز. يبقى كل العناصر الفلزيه صلبه ما عدا عنصر واحد اللي هو مين؟ اللي هو الزئبق اللي بيكون عنصر ايه؟ سائل. لكن مغنيسيوم، نحاس، ألمونيوم، خرسين، ذهب، فضه، كل العناصر دي بالنسبه لنا بتكون عناصر موجوده في الحاله مين؟ في الحاله الصلبه ما عدا الزئبق، والعنصر بيكون عنصر ايه؟ سائل. كمان اللي بيميز الفلزات اللي معانا ان بيكون لها بريق معدني. يعني ايه لها بريق معدني؟ يعني عندها لمعه كده تميز ايه؟ ان عندها لمعه مش موجوده عند عناصر تانية. اي نعم اللمعه دي بتختفي بعد شويه، وهنعرف سبب الاختفاء بتاعها ايه بس قدام كده في المنهج بتاعها. يقول لك لها بريق معدني. لها بريق معدني زي الصوديوم والمغنيسيوم والنحاس والخرسين والزنك والفضه والذهب والالومنيوم. بالمره تعالى كده نفتكر الرموز بتاعتهم عامله ازاي. صوديوم كان رمزه ان ايه؟ مغنيسيوم رمزه ام جي، نحاس رمزه سيو، خرسين رمزه زد ان اللي هو خرسين او الزنك، فضة رمزها اي جي، ذهب رمزه اي يو، ألمونيوم رمزه اي ال. يعني عشان ما تقولش ان انت خدت العناصر في الترم الاول مش هحتاجها تاني بعد كده، لا يا حبيبي، العناصر دايما مكمله معاك، ودايما لازم تكون فاكرها، لأن هتكمل معاك في سنة أولى، وهتكمل معاك في سنة تانية، وهتكمل معاك في سنة تالتة، ومكملة معاك ثانوية عامة، ومكملة معاك في جامعة. فدي بالنسبة لك ثوابت لازم تفضل معاك على طول. بعد كده قابلية الطرق والسحب والتشكيل زي الحديد، نحاس، ألمونيوم. ده بالنسبة لنا كله بيكون إيه؟ عناصر. يعني إيه قابلية الطرق والسحب والتشكيل؟ يعني ممكن تشكلها زي ما أنت عايز. بمعنى إيه؟ ممكن واحد ياخد قطعة حديد يعمل منها سيارة، عربية، واحد يعمل منها دراجة، واحد يعمل منها باب، واحد يعمل منها شباك، واحد يعمل منها أدوات المطبخ، سكينة، معلقة، الكلام ده كله. يعني الفكرة كلها في إيه؟ إن الحاجات دي مرنة في التعامل معاك، مش بتتكسر، سهل جدا إنك تطبقها وتشكلها زي ما أنت عايز. تمام؟ يبقى عندنا نحاس، عندنا حديد، عندنا ألمونيوم، والأشكال بتاعتهم كتير. تمام؟ زي ما ادي لك هنا كده اهو. تقبل الطرق يعني ايه؟ يعني لو انت جبت مثلا مسمار طوله 5 سم وبدات تسخنه جامد، فالتسخين الجامد ده يعني ايه؟ يعني خد حراره عاليه. تمام كده ولا مش تمام؟ طيب، فايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك والله بكل بساطه ممكن مجرد ما بتسخنه وتفضل تخبط عليه كده جامد يبدا يفرد معاك. تمام؟ مع كده إن ممكن تسحب